ليش Elden Ring افضل لعبة في هذا الوقت؟ بالبداية حسولف لك شلون تعرفت على هاي اللعبة. The fallen leaves tell a story. انا كنت اتمشى ويا صديقي قال لي علاوي ليش ما تجرب Elden Ring؟ بهذاك الوقت قاضيها العب بس لايز اوف بي وسولز لايك هيك هاي الالعاب التافهه كذب مو تافهه حلوات. ما كنت جديد على هاي الالعاب وما اعرف هواي عن العاب السولز. قلت لصديقي انا مشغول العب لايز اوف بي، فقال لي اذا تلعب Elden Ring راح تكره لايز اوف بي. قلت له ليش ما تقوم لا ماذا؟ المهم فكرت بكلام صديقي ونزلت Elden Ring. اول ما فتحت Elden Ring اللعبه ما افتهمت شيء منها، كنت تايه بيها. شفت الكاتسين مال البدايه كل شيء ما افتهمت، بس كملت اول البدايه وهاي السوالف تمشي. حسبالي اللعبه نفس لايز اوف بي بس طلعت مختلفه. شلون نسيت من نواحي هواي. واول ما تمشيت بالعالم اللعبه طلع لي عنكبوت عنده سيوف خبل يريد يشقني، وصراحه انا ردت اقوم اشقه بس شقني مع الاسف. لكن بعد فتره تعودت على اللعبه وقمت اتمشى شوي شوي وما اشوف له كله قدامي طلع فارس راكب حصان. هذا الفارس الخايس كان اسوأ شيء شفته بإلدن رينج. بهذيك اللحظه لزمني ابو الحصان وحصرني بالزاويه وكتني ومت، ورجعت له وكتني ورجعت له وهم كتني 7 محاولات ما ادري 8 خلاني ابكي مع الاسف. وطفيت الجهاز ورحت نمت. ثاني يوم خابرت صاحبي قلت له ولك ها ابو الحصان بوس شقاقي وشقني. وبعدها رد علي صديقي ويقول لي علاوي ترى هذا البوس بوس فاشل، ماني بوس تقدر تقتله بسرعه، هذا اصلا بالبدايات حرامات يعني يقتلك. قلت له ها صديق تحكي؟ قال لي والله. فرحت بعديد من المحاولات صراحه وحمستني مره ثانيه بالنعال مع الاسف، لكن قتلته ورا مده من المحاولات. المهم ورا ما عبرته قمت اتمشى ورافع راسي لان هذا انجاز من قتلت، لكن الكرامه على الاقدام. صحيح قتلته ابو الحصان لكن احس بروحي مذلول بسبب الكتلات اللي كتلني اياها. المهم صرت باطمئنان تام وعلى الاقدام يا اصدقائي. صرت واني اتمشى بعالم Elden Ring الحلو، واتمشى بليمن جريف هاي ما ادري شو اسمه لمن دوزي لاند بتوين وهاي السوالف. وبعدها صادفت الكراش مات اللي هي ميلينا. هاي ميلينا عندها حصان، والصراحه هو ما ادري مطي ما ادري شنو مو حصان، هذا الحصان الجميل اسمه تورنت. هذا تورنت يشتغل بملهى، لا هذا تورنت حصان راح يساعدك بهاي اللعبه ويخليك تتنقل بسرعه. المهم انا خذيت تورنت من ميلينا وصادفت بوجهي بوس، لكن هذا البوس كان عصبي وضايج ويبوع علي بنظره دونيه على اساس اني اقل منه وهو بمرتبه اعلى مني. Foul tarnished, emboldened by the flame of ambition. بس انا بنظري هو عنصري ووغد ولازم اشق اللي اسمه مارغت. قاتلت وياه وحمسته بالنعال. بعد ما انضرب بالنعال شرد هذا الخنيف، ووراها ظليت افرفر بعالم ذا لاند بتوين يا اصدقائي. وقدامي طلع بوس ثاني، لكن هذا البوس مخبل وسايكوباث وحاصر تنين. تخيلوا خال جثه التنين صفه ما ادري قاعد شي يسوي للتنين، الجثه خطيه هذا التنين مسكين. رحت له قلت له ها شنو صايلوتي؟ شو هذا ضاج وخبزني خبز. ونوب رجعت له مره ثانيه هم خبزني. هذا شلون ينقتل؟ بعد محاولات حلو ما لازم التنين ماي دراجون نو. وتحول للفيز الثاني. وهذا الفيز الثاني تدرون شنو يسوي يا اصدقائي؟ تذكرون التنين المسكين اللي بصفه الجثه؟ يعني هو البوس تدري شو يسوي بالفيز الثاني؟ يجي لهذا التنين يقطع راسه، هذا جادريك الخايس اللي اسمه جادريك، هو البوس اسمه جادريك، ويقطع راس التنين ويحطه وين؟ يحطه بيده. اي ويتنس سايكوباث ليفل ماكس. صار يطلق نار من ايده من راس التنين، يعني صار مخبل بالزايد وشايف روحه. المهم رحت له حرقني الصراحه، اي حرقني. من ورا فتره حطيت السيف بخصره. داي جادريك داي. خليت يبوس رجلي. خلصت من هذا المخبل وحمسته بالنعال وظليت اروح واتمشى بتورنت الحصان مالتي. صادفت بطريقي شلون القلعه مال سحره لابسين بوجههم ما ادري شنو. المهم تسللت للقلعه وطلعت بوجهي ساحره رينالا. هاي رينالا يا ولد. Little Calva. هاي الويتش جاي تسوي لي سحر وما خليت. ضربتها بالنعال وقتلتها. قلت لها سايلنت اي دونت بي وجه. طلعت التحول الثاني الفيز الثاني وهم من خبزت مني بالنعال. شباب هاي
اسخف شيء. بعد ما خبزتها ما سويت لها شيء لان اني سالم وحباب ومال هيك سوالف، هي ساحره لطيفه ما بيها، فخليتها تشتغل وعندي براتب يومي انطيها فلوس وهي تخدم. وهاي من خليتها تشتغل عندي صارت تقدر يعني اقدر من خلالها اخلي قوتي يعني اعدل قوتي، اطول الدم، اقلل الدم، سترينث عالي، القوه عاليه، السحر عالي، هاي السوالف فهمت شلون؟ سكيلز يعني هيك سوالف يعني بدل لي اياها. فشكرت الساحره رينالا ورحت منها وظليت افرفر بذا لاند بتوين لحد ما ماوس ليزر لاني اوصل لبوس عضروطي اللي اسمه جنرال رادان. جمعت القطع ورحت اواجه رادان. مدري شنو هذا، شو هذا رادان من دخلت القلعه مالته الكاسل الكبيره، شو هذا مسوي مهرجان، هذا المخبل مسوي مهرجان من صدق. المهرجان عباره مخبل يريد يموت بطريقه حلوه، يعني اصدقائي اللي سابقين المحاربين اللي عنده يسوي له مهرجان على اساس يموت هو بطريقه يعني حلوه، يخلد نفسه انه ما مات بطريقه فاشله. يشتغلون عنده هيك يريدون يسوون، يحيون رادان اللي خسر بمعركه سابقه او هيك تعادل ويا وحده. في المستقبل راح اشرح لكم. فهو بين قوسين يريد موته شريفه على يد ناس محاربين، يريد يموت على يد التارنشت اللي هو اني. المهم دخلت على رادان وياي 8 محاربين. انا قلت راح اسحله بالنعال. شو اول ما تقدمت شو ما اشوف لك الا طاقه تجيني من بعيد، هيش طاقه تخوف، تقول هاي تحمسني على وجهي بالنعال. انه بتفادت هاي الطاقه شو ما احس لك الا الالاف من الاسهم العملاقه تجي نحوي. شنو هاي شلون انا ميت وضربني ومت. بعد كل هاي المعاناة طلع رادان هو اللي يشبر هذن الاشياء. الجنرال اللي عفت قاتلت وياه بمعركة شريفة، كذب مو شريفة، انا جبت وياي 8 اشخاص وحصرناه. بس اشو من حصرناه وصلنا للفيز الثاني وهذا طار لسه ما هذا وين راح. ما لاحظت الا نيزك جاي من بعيد، شنو هاي ما درى سلامات. المهم ضربني ومت. رجعت قاتلته. هاي المرة الثانية من قاتلته قام يستعمل قوة الجاذبية العفطية، فاني غدرته وحصرته وقتلته وباس رجلي ومات موته مشرفة لجنرال مثل. تعال This is the end. Die with honor. كان بوس صراحة عظيم ومات على يد التارنش علاوي. فبعد ما قتلته رحت اكمل طريقه واتمشى واجمع اشياء واطور من شخصيتي. وهسه واحد يقول شنو علاوي ما عندك شخصيه تطور بشخصيتك؟ انت الانفور الثلجيه ما مطورها، تريد تطور شخصيتك ما تاكل ثرى. المهم كملت وجمعت اشياء وطورت شخصيتي ورحت لمكان مال بوس. صراحه البوس هذا اسمه ريكارد. بوس عنده جسم سحليه وراس ثعبان طويل. هذا ريكارد من وصلت له اللعبه خاطبتني قالت لي انت فاشل، انت مطي ما تقدر تكتله بسلحتك، فهاك سلاحنا. انت يعني انت شخصيتك تافهه تريد تكتله بسلحتك، هاك هذا سلاحنا وكتله. فاللعبه انطتني رمح حارب بريكارد. المهم بدا القتال والقتال كان حماسي كلش، والرمح هذا فد شيء يوصل مسافات بعيده ويموت. حتى الميمكتير صاحبي كان فرحان بيه. طبعا الميمكتير هو عباره عن ايتم دوسه ويطلع لك شخص يساعدك، وهذا الشخص انت نفسك تحصله من تقاتل نفسك. المهم ادري سطحي. نرجع لريكارد. انا والميمك حصرناه بزاويه وما خليناه يتنفس وقتلناه. شو قبل لا افرح بالانتصار هذا طلع عنده فيس ثاني يا اصدقائي، وصار بركبه الثعبان وجه انسان، وطلع من راس الثعبان او حلق الثعبان سيف مالته. كان السيف اسطوري الصراحه، سيف قوي. سيف قوي مو لين راح يستخدمه ضدنا، لا 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 لا، سيف قوي لان احنا راح ناخذه من نقتل هذا الزباله. قاعد يضرب very well. كان يشقوا يعني يا ولد لو شنو؟ شيت هذا البوبجي شنو هاي شي محابس. اوه شيت قاتلنا بهذا السيف. بس مع كل هذا انا والميمك شقيناه بالنص وفزنا عليه، وبقى بس راسه منه. والميمك جاي يشيل راسه بس قلت له لا تشيل الراس، لا خليه لا يصير انفجار يعني. المهم كملت منه ورحت المكان جميل يسمونه العاصمة. هاي العاصمة طبعا مكان جدا جميل. شو اول ما دخلت لها طلع لي ابو حصان الذهبي، تذكروا هذا الذهبي المطي؟ بس طلع لي مو واحد منه، لا طلع لي 2. مع ذلك لبقيتهم بالنعال. ونوب منو طلع لي مارغوت اللي شايف روحه. هذا البوس شايفين اول واحد طلع لي البوس القوي شايف روحه، لبقته بالنعال مرة ثانية. بس كان مو هو، كانت نسخة منه اصلا. حتى الاول Die with honor.
هو نسخة يعني مو الحقيقي، فهمت شلون؟ مع كل هذا ضربته بالنعال وظليت اتمشى بالعاصمة، وصادفت قدامي عدوي اللدود اللي هو مارغوت. لحد هسه هذا الجبان طلع لي 3 مرات، واجهته 3 مرات، يعني نفس ما يقولون الثالثة ثابت. وهاي المرة الثالثة هم مارغوت ظل يقلل مني ويرفع من شأنه ويقلل من شأني. هاي كل مرة يسويها وياي، بس هاي المرة مارغوت سد حلقه للأبد بالنعال. With these thrones. كراسي. Twin prodigies, Mikola and Malenia. By the flame of ambition. Shit. السيف يا ولد، السيف، شوف موت السيف حلو. وهزمته بهذا القتال شر هزيم بالنعال. وقدامك انت تموت خوفك يقتلك. وانه بعفت هذا العضروطي مارغوت وهو نايم على القاع خطيه، صار عمود فقري خطيه. وراها رحت المنطقه ثلجيه على مود ابحث عن ايتم او شيء، على مود اوصل لمبتغاي واصير الدن لورد او هيك يعني، واحرق الالدن تري. هاي الالدن تري. المهم قابلت واحد اسمه كوماندور نيال. هذا الزنجاب من افضل البوسات اللي واجهتهم، تحركاته كلش حلوه، بس مشكلته ما يحكي، ساكت، ما عنده كاتسين مع الاسف. بس هم لو يحكي راح اسكته وست حلقه بالنعال. المهم دعسته ودعسته شلون ما مات؟ اسم الساعة. with honor. دعست ابوه وتركته ورحت لمن هسه. اني هسه راح اقل المن رحت لواحد عملاق اسمه جاينت فاير، عملاق ناري عضروطي يحمي نار ما ادري شنو مشتعله مال خلفوه. المهم هذا العملاق تواجهت وياه وموته، بس بالفيز الثاني طلعت شلون العين بصدره تشبه الشارنجان. الفيز الثاني كان اسطوره، الكاتسين يخبل، كانت من افضل الكاتسينات اللي شفتني بعالم الالعاب. يقلد قادرك. شيت راح اكلها قوتها. My legs. Oh shit. شارنجان. مانجاكيو شارنجان من افضل. فالمهم دعسته وكملت ورحت بحصاني مدري حماري تورنت وصعدت فوق هاي الشعله مدري شنو، وشفت ميلينا. هاي ميلينا بهذاك الوقت مع الاسف مع الاسف لا انا اخاف عليها. شوفيتها خطيه ضحي بروحها. يا ولد خطيه، انا حزين. شعرها صار ابيض؟ ايه من زمان شعرها. This flame of Olympus. اقصد لا خطيه يا عور النوب. اقصد لا ميلين. You shall burn. You shall burn. I'm the new lord. شباب قاعد تقول new lord. اني تقصدني تقصدني. ضحت بنفسها واحترقت، ذهبت الى الابد. مع الاسف الكراش مالتي كانت مع شديد الاسف. كم مره قلت مع الاسف، بس مو مهم. تبا لهذه تركتها ورحت للمنطقة السرية، وهاي المنطقة الغثيثة بيها بوس هم غثيث اسمه موغ. هذا موغ هو ملك الدماء، هذا عاصر ميكولا بيضة ما ادري ايش يسوي له خطيه. هذا ميكولا عنده دور كبير بالقصه وحلو، بس ما راح احكي لكم اياها. المهم قاتلت موغ قتال الاساطير وحمسته بال42 وخذيت سلاحه وطفرت. ثاني وين هسه رجعت للعاصمه وظليت اتمشى بيها، وصادفت منه. بس قبل كل هاي يا اصدقائي صادفت بوس خطيه لابس عبايه وخجول، كان ما ادري خطيه مسكين اسمه مالكث. هذا مالكث خطيه خجول وما ادري ايش بيه. المهم تعاركت وياه، يعني بين انه هو ضعيف حتى شخصيه، مو بس ضعيف جسديا. وحصرته بالزاويه وتمرت على النوب، وصلت دم للنص وصار الفيز الثاني مالته كانت الصدمه. مالكث اللي لابس عبايه تحول شكله حتى تغير اسمه من مالكث الى بليد اوف ديث او بلاك بليد او ما ادري شو اسمه. المهم قاعد احس بالهاله خلاله هاله الموت، قاعد احس بشعور، احس بهذا الوقت انه نهايتي قربت. بس شنو مالتك صغير السمول شو اسمه السكين خنجر راح يطلع الانفور الثلجيه هسه. ويلا راح اكتب لك بدل الفيز الثاني مالتك، ولا هو تعبني الفيز الثاني. Now he came Malekith the Black Blade شنو شو اسمه، ما ادري الصراحه، ما ادري شوف اسم بالي.
بس مع ذلك مع كل الهيبة اللي شفتها من مالكث قاتلته قتال اسطوري. هو يضرب وانا اضرب، هو يضرب وانا اضرب وانا اضرب، بس دعسني بالنعال وانا دعسته بالنعال. القتال صار متكاتف يعني هيك يعني قتال واحد قوي واحد قوي تعاركه يعني شي يصير قتال قوي. اخر شي زرقته عجل على راسه. Shut the fuck up. ومات مالكث المسكين، مات على يدي. المهم خذيت سيفه وشردت. كملت طريقي وحسبالي انه مالكث هذا هو اصعب بوس بلعبه Elden Ring. حسبالي مالكث الاصعب. مع شديد الاسف وانا بطريقي صادفت اكثر بوس هيبه بهاي اللعبه اللي هو Godfrey. طبعا Godfrey اول ما لقيته شفته لازم مارغوت، يعني مارغوت هو ابنه يا ولد، وقاعد يغني له دكتوري ماي العين لا اقصد اني هددته بالنعال. زئير الأسد. A long while. Morgoth. It's been a long. Oh shit كاظ ابنه مورغوث. شوف قتلت ابنك بالنعال. شي شت شوف الشجرة تخبط. Godfrey The first Eld Lord. شو هذا ضاج وطلع سلاحه ويريد يقتلني، وحققت له امنيته وبدا القتال. ومع الاسف تنمر علي بالبدايه، لكن ورا شوي قتلته وصلت للفيز الثاني، وهنا بدا الاعلان او الكاتسين الرهيب مالته. I've given thee courtesy enough. هاي طايحب. بعد ما ظهر الكاتسين مالته تنمر علي بعد مرة، بس أنا ما استسلمت واستعنت بصديقي الميمك وحصرنا Godfrey وتنمرت علي وفزت علي. تعوذونا شباب استراتيجية، تعوذونا. بس ظنيت انه اني هاي النهاية مال اللعبة، بس طلع اكو بوس اخير لازم اكتله على مود اختم اللعبة. بس بنفس الوقت اكو هم بوس تاني جانبي لازم اكتله، واللي هي ميلينيا. Be ready girl. Now we're gonna kill you. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikola. Blade of shit. And I have never known defeat. هي ميلينيا The Blade of Mikola. طبعا اللي ما لعب العاب السولز، هاي ميلينيا تقريبا هي اصعب بوس بالعاب السولز، او من الاصعب، مو هي الاصعب، من الاصعب. يعني هي تتنمر عليك اذا حاولت تقاتلها بالبدايه. المهم انا رحت لها وقلت لها وليتش، قالت تشب وظلت تتنمر علي بالبدايه. صدقت شيء Blade of Mother. Da what the shit. وقاتلتها وهم ضربتني بعجل، وهم رجعت احاول واحاول وهم زين قتلت. بس من ماتت الفيز الاول انا حسبالي النهايه، لكن طلع عندها فيز ثاني، وهذا الفيز ثاني صدمه. الكاتسين اللي شفته اول ما شفته، يعني اول ما بدا العرض، كان اعلان اسطوري. حصرناه Die bitch. Yeah. انا وقف دقيقة الفيز الثاني راح يشقنا بالنص. She born again. wait تقول لنا wait. راح اشقنا بالنص بهاي الويت. no هاي وحشة جيوبي هاي. oh look this is Scarlet bloom flowers once more. oh lady, beautiful girl, give me your number girl.
بس ليش نازعة You جيرل؟ will witness true. وات؟ نو. اوه شيت. Now, rot. اوه نو. شيت. فاول ما انتهى الاعلان هاي المخبله اجتني طايره من فوق وتنمرت علي. وطبعا لينيا هي اخت ميكولا اللي حاصره موق هاي البيضه ما ادري شنو، فهي مسميه نفسها ميلينيا بليد اوف ميكولا على يعني حبا باخوها، يعني سيف ميكولا. يعني شايف من يجي لك صاحبك يجيك صاحبك ولا كان علاوي روح بزودك كان سيفك كذب. ماكو هيك مقوله بس هيك انا طلعت سيف يا ابو زربه بدي بس سيف اقصد. فهي لين تحب اخوها سمت اسمها هيك. فاني قلت لها راح اخليك حالك حال اخوك بالبيضه وبالنعال دق. قالت وياها وضربتني بنعال بس فزت عليها بالاخير وضربتها بالنعال. يا رصاصة الرحمة. يا داي وذونا شباب. كان افضل انتصار بهاي اللعبه، يعني من الافضل انتصارات اذا ما كان افضل واحد بالنسبه لي. المهم تركتها ورجعت للعاصمه على مود اكمل هدفي واصير إلدن لورد. لكن بقت العقبه الاخيره وهي البوس الاخير. وهذا البوس مع شديد الاسف بسرعه ضربته بالنعال. توقعته احلى واصعب بين قوسين اصعب من ميلينيا، بس طلع فلات. وقاتلته اللي هو اسمه راداغون بالبدايه. طلع لي قبلها كاتسين انه هي ميريكا وراداغون شخص واحد او هيك شيء. يعني هاي ما اشرح لكم اياها، ما اريد اشرحها بصوره هاي العميقه تصير مقطع 5000 ساعه. فهمت شلون؟ قاعد اشرحها بصيغه سطحيه على مود تفتهموها. اللي شايف إلدن رينج راح يفتهمها واللي ما شايف إلدن رينج هم راح يفتهمها. المهم شقيت هذا اللي اسمه راداغون بالنعال، شقيته ووراها طلع لي وحش متخبئ تحت الاظلال تحت الظلمات. هذا الوحش اسمه الإلدن بيست. والصراحه ضربته بالشحاطه على حلقه. صحيح هم اخر اثنين باللعبه بس ما عجبني قتالهم كلش، ما تونست وياهم. ماذا؟ من هو هذا التافه؟ شئت الموسيقى شو اسمعوها شلون هيبه. الموسيقى الاولى موسيقى بدايه اللعبه. واو يا ولد. راداغون he's dead. الفيز الثاني مو هو يا ولد المتحكم بي، إلدن بيست يا ولد. هذا إلدن بيست. He make with that body. الموسيقى مالته ما ادري شلونها حلوه ما ادري مو حلوه ما ادري شو احس من اسمعها. حول جسد راداغون الى سيف. هذا السيف راح نكضه ونحطه اذا ما حطيناه راح يحطه بس. على طوط هاي الشغلات على عيب. تحكي روحك على اي احكي روحي يلا مال. المهم شباب هذا إلدن بيست. The bitch one. أقصد this demon. We're gonna kill him. We're gonna kill this demon. بتت take دمي die with honor. كفو ذلك رحت جاي اختم اللعبه وطلع لي خيار بالغلط دست خيار اللي نهايه راني غير النهايه اللي اريدها باللعبه. يعني بيها اللعبه تقريبا 4 أو 3 نهايات وانا اختريت مراني ما حققت هدفي وصرت إلدن لورد. بهاي اللعبه اكو اكثر من نهايه تقريبا 4 نهايات الى 5 الى 6 والله ما ادري. وانا اختاريت هاي النهايه بالغلط وهي نهايه راني. هاي النهايه اختاريتها بالغلط بس مو مشكله. نهايه راني من النهايات الحلوه. The battle is over, I see. وهنا قاعد تقول انه المعركة انتهت. فاجت هي وشالت راس ماريكا ما ادري وراح ترجع المكان وتقول I do solemnly swear to every living being and every living soul
Now cometh the age of the stars. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. بعد التخطيط وقتل جودوين بعد كل هاي الأحداث، راني وصلت لمبتغاها بمساعدة شخص ضعيف استيقظ بواسطة جريس نعمة وهو التارنش، واللي احنا قاعد نتحكم بيه احنا. وهاي احد نهايات لعبة إلدن رينج يا اصدقائي. كانت سلسلة تخبل وحلوة ومن افضل الالعاب بالعالم. Well then. كان هدفي اصير إلدن لورد بس مو مهم، المهم انا استمتعت باللعبه، انصحكم تلعبوها، راح تتونس بيها اذا تلعبها، راح تحس بشعور حلو. يعني بداية هي مو كل الصعبه ولا كل السهله، يعني حلوه، واذا تلعبها راح تتغير نظرتك على العاب السولز. وانا شرحتها بطريقه شوي سطحيه على مود اجذبك كلها يا صديقي، لان صراحه اغلب الناس ما يحبون العاب السولز، بس شرحتها بطريقه سطحيه. ان شاء الله اجيب هذول اللي نسميهم كاجوال، لا تصدق لا انا ما احب هيك مسميات. المهم اللعبه قصتها جدا عميقه، وانا حكيتها بطريقه سطحيه شوي على مود اجذب الناس لا اكثر ولا اقل. فانا بالبدايه كنت ما العب العاب سولز، انا احس العاب السولز بس صعوبات وما بيها هيك يعني تافهات، يعني من وجهه نظري صراحه تافهات. كنت العب الالعاب هذه النيشه الباقيات، حتى في فيديو افضل 10 العاب ما كنت العب العاب سولز تصدقون، بس لايز اوف فيو هي سولز لايك. من لعبه إلدن رينج تغيرت نظرتي، ولعب السكيرو وهاي السوالف دارك سولز غيرت نظرتي عن هاي الالعاب. كنت يعني كنت اقول عني سخيفات وانا ما مجرب، يعني مع الاسف انا ما مجرب، لو مجرب ما حاكي ذاك الحكي بالمقطع. وصلت؟ اكيد وصلت. فانا بهاي اللعبه مال إلدن رينج يا اصدقائي ما حكيت لكم اشياء هواي، ترى هي حكيت لكم فقط يعني تقريبا 35%، هي كلش كبيره. اكو هواي بوسات ثانيين ما حكيت لكم، يعني فوق تقريبا هي لا تجمعها كلها بها فوق ال 60 بوس تقريبا. فانا حكيت لكم على مجرد 8، ما حكيت لكم على الجانبيين الحلوات جانبيين الحلوين حلوات علاوي. المهم انا اريد اوصله، اتمنى تحس بشعوري وتلعب إلدن رينج، تعيش تجربه حلوه. إلدن رينج من افضل الالعاب اللي لعبتها على الاطلاق، اتمنى تستمتع بيها اذا تلعبها، وهي غاليه اشتريها مشترك اذا عندك اكس بوكس، واذا عندك ستيم ب10 اوف لاين، واذا عندك بلاي طبك طوب روح اشتريها بكامل سعرها يا جبان. فالمهم يا اصدقائي اسف اذا كان شوي طولت عليكم بهذا الفيديو، بس هيك حبيت يعني ارتجل لكم بالقصه، ارتجاليه قصه ارتجاليه هيك سوالف، يمكن بعد ما نسويها او لا تريدون نسويها غصبا عليكم، اقصد غصبا قاعد مضرط انت. المهم كان معكم علاوي يا اصدقائي، اتمنى اشوف تعليقاتكم باللي لاعبين اللعبه، وسلبياتكم عن اللي مو على اللعبه، لا سلبياتكم عن نظرتكم باللعبه بالبدايه اللي قبل لا تلعبوها، فهمت شلون؟ لان اللعبه لازم تقيموها، هي تقيمكم. شوف هذا الردود مالت الكرنجيه، شوف هي تقيمكم، زرب عليك علاوي شهرتنا. المهم شباب الشاقه، كان معكم علاوي جيمز كيلر من قناه الديسبتيكونز مره ثانيه. وهذا الفيديو شباب تقريبا قبل اضافه إلدن رينج راح ينشر، يعني اضافه إلدن رينج ما ادري شنو تخبئ لنا. كان معكم علاوي جيمز كيلر من قناه ببجي موبايل اترو.